تخيل إن موسم كامل تعب شهور، ماتشات اتكسبت في آخر دقيقة، ونقاط ضاعت بغرابة، تصريحات، غضب جماهير، ضغط، تحكيم، صفقات، إصابات، كل ده يتلخص في ليلة واحدة. ليلة فيها 3 ماتشات في نفس الوقت، و3 فرق كل واحد فيهم شايف الدرع قدامه، بس مش كلهم هيقدروا يلمسوه. يوم 20 مايو الساعة 8 بالليل الدوري المصري مش هيتلعب في ملعب واحد، هيتلعب في 3 ملاعب في نفس الوقت. الزمالك ضد سيراميكا، بيراميدز ضد سموحة، والمصري ضد الأهلي. والسؤال مش بس مين هيكسب الدوري، السؤال الحقيقي مين فيهم هيستحمل الخوف. لأن الجولة الأخيرة دي مش جولة كرة عادية، دي جولة أعصاب. جولة لو هدف جه في ملعب ممكن جمهور في ملعب تاني خالص يحتفل، ولو خبر بس اتغير على الموبايل ممكن فريق بالكامل رجله تتقل. الدوري في اللحظة دي واقف على نقطة، على هدف، على صفارة، وعلى فريق يقدر يتعامل مع آخر 90 دقيقة كأنها حرب نفسية. خلينا نفكك الحكاية ببساطة. قبل الجولة الأخيرة الزمالك في الصدارة ب 53 نقطة، بيراميدز وراه ب 51 نقطة، والأهلي تالت ب 50 نقطة. يعني إيه؟ يعني الزمالك داخل وهو ماسك مصيره بإيده، بيراميدز بقى داخل وهو محتاج يعمل اللي عليه بس مستني الزمالك يقع. الأهلي بقى داخل من الباب الأصعب، لازم يكسب ولازم الزمالك يخسر ولازم بيراميدز هو كمان يتعادل. يعني الأهلي مش محتاج لماتش واحد، الأهلي محتاج سيناريو بالكامل يمشي لصالحه في نفس الوقت في 3 ملاعب. وده بقى اللي بيخلي الليلة دي مرعبة، لأن في الطبيعي لما تكون بتنافس على الدوري بتبص على الماتش، لكن هنا كل فريق هيلعب وهو سامع صوت ملعب تاني في ودانه. الزمالك هيسأل بيراميدز عمل ايه، وبيراميدز هيسأل هو الزمالك خسر ولا ايه، والاهلي هيسأل هل المعجزة بدأت ولا لا. وهنا بقى الدوري بيتحول من لعبة رجلين للعبة أعصاب. الزمالك داخل الجولة الأخيرة وهو أقرب فريق للدوري، مش محتاج لأي حد تاني يتعثر، مش محتاج لسموحة يكسب له ولا المصري يتعادل له. الزمالك محتاج لنقطة واحدة، فوز بطل، تعادل برضه بطل، بس خسارة هنا بقى يبدأ الكابوس. وعلى الورق طبعا دي أفضل وضعية ممكن تدخل بيها في آخر جولة، لكن في الكورة الورق أحيانا بيخدعك، لأن أخطر جملة ممكن تتقال للاعب في ماتش زي ده إن إحنا مش محتاجين غير نقطة. الجملة دي تبدو مريحة جدا لكنها جملة سامة. ليه؟ لأن اللاعب بدل ما هيبقى داخل يكسب هيبقى داخل مش عاوز يخسر، وبدل ما هيضغط هيبقى مستني، وبدل ما هيهاجم هيبدأ يحسبها، وكل دقيقة بتعدي عليه توتر بيكبر. الزمالك مش لازم يدخل مباراة سيراميكا بعقلية النقطة تكفي، الزمالك لازم يدخل كأنه محتاج الفوز، لأن اللي بيلعب على التعادل غالبا بيتعاقب، خصوصا بقى لو قدامه فريق زي سيراميكا داخل الماتش من غير نفس الضغط بتاع اللقب، لكن عنده فرصة يبقى هو صاحب أهم لقطة في الموسم. سيراميكا مش جاي يلعب الماتش ده عشان يقول أنا جاي أحتفل مع الزمالك، لا، ده جاي يقول أنا اللي قلبت الدوري. وهنا بقى الاختبار الحقيقي للزمالك، هل الفريق هيقدر يقتل المباراة من بدايتها؟ هل هيسجل البدري وهيقفل الباب، ولا هيعيش جمهوره ضغط 90 دقيقة كل كرة عرضية فيها رعب؟ الزمالك عنده أفضلية رقمية، بس الأفضلية الرقمية دي لا تساوي لقب، اللقب محتاج شخصية. وفي الليلة دي الزمالك مش بس بيواجه سيراميكا، الزمالك بيواجه فكرة إنه قريب جدا من الدرع، لدرجة إن هاجس الخوف من ضياعه أكبر من رغبة الفوز بيه. نيجي لبيراميدز بقى، فارق نقطتين بس عن الزمالك، حساباته واضحة، لازم يكسب سموحة ولازم الزمالك يخسر من سيراميكا. بيراميدز عنده نص حلم في إيده والنص التاني في استاد القاهرة، وده بقى نوع ضغط مختلف تماما. بيراميدز مش داخل عشان يكسب ماتش، بيراميدز داخل عشان يحافظ على أمله حي، وهو عارف إن حتى الفوز ده مش كفاية، ودي حاجة طبعا قاسية نفسيا. تخيل لاعب في بيراميدز يسجل جون، الدكة تفرح، المدرب يصرخ، بس بعد كل ده اللاعب يسأل طب هو الزمالك عمل ايه؟ لو الزمالك متعادل لسه ما فيهاش دوري، ولو الزمالك بقى متقدم الحلم ده شبه انتهى. اما بقى لو سيراميكا سجل الدنيا هنا كلها هتتقلب. لحظة واحدة من ملعب الزمالك ممكن تغير نفسية فريق بيراميدز بالكامل، ودي بقى مشكلة الفرق اللي بتستنى هدية. لازم تلعب كأن الهدية في ايدك، بس ما ينفعش تعتمد عليها، لازم تكسب حتى لو مش ضامن ان الفوز هيكفي. والضغط هنا بقى مش عادي، لان بيراميدز لو كسب الدوري دي هتبقى لحظة انتقالية في تاريخ النادي، من فريق طموح لفريق كسب كل البطولات اللي كان نفسه يكسبها، من فريق عنده فلوس ولعيبة لنادي قدر يثبت ان المشروع وصل. عشان كده بيراميدز هيلعب ضد سموحة، لكن في الحقيقة هيلعب ضد تاريخه القصير كله. هل عنده أعصاب يستحمل إنه يفضل مركز؟ هل يقدر يكسب وهو عينه مش على الموبايل؟ المباراة بتاعته مهمة بس مش كفاية، والحلم بإيده بس مش بالكامل. نيجي بقى للأهلي. الأهلي داخل المهمة دي وهو أبعد واحد حسابيا عن الدوري، تالت الترتيب، ومحتاج 3 حاجات تحصل في نفس الليلة: يكسب المصري، الزمالك يخسر من سيراميكا، وبيراميدز يتعادل مع سموحة. يعني الأهلي محتاج يعمل اللي عليه والدنيا كلها تمشي على مقاسه، وده طبعا طريق ضيق جدا. وهنا بقى المشكلة،
لان الطريق الضيق ده لو اتفتح للاهلي هتبقى خطر، لان الاهلي اكتر فريق في الدوري متعود على فكره انها لسه ما خلصتش، وعلى فكره البلس 90 حتى لما الحسابات تبقى ضده جمهوره بيفضل مستني، حتى لو البطوله بعيده عنده تاريخ طويل من اللحظات اللي اتقلبت في اخر نفس. لكن برضه خلينا واقعيين، الاهلي مهمته صعبه جدا، لان لو الاهلي كسب المصري ولسه الزمالك متعادل مفيش فايده، ولو الزمالك بقى خسر بس بيراميدز كسب برضه مفيش دوري اهلي. يعني الاهلي محتاج يفتح 3 اقفال في ليله واحده. ومع ذلك ده النوع بقى من السيناريوهات اللي بيخلي جمهور الاهلي تفضل ماسكه في الامل. ليه؟ لان الاهلي مش محتاج يبقى الاقرب عشان يبقى مرعب. لو الاهلي كسبان والزمالك خسران وبيراميدز متعادل، ساعتها كل مصر هتبص ناحيه ماتش بيراميدز، كل دقيقه هتعدي هتبقى اتقل من اللي قبلها. بس قبل كل ده الاهلي لازم يكسب المصري، لان دي نقطه مهمه جدا، لانه اخطر حاجه على الاهلي انه يبقى داخل الماتش وهو مركز مع الزمالك ومع بيراميدز وينسى ان المصري نفسه خصم تقيل. الاهلي محتاج يلعب الماتش ده كأن مفيش قدامه غير المصري، وبعدها بقى يبص على بقيه الملاعب، لان المعجزه مش هتبدا من ملعب تاني غيرك، المعجزه هتبدا لما تحقق انت الجزء اللي عليك. خلينا نتخيل الليله الساعه 8 والحكم يصفر في 3 ملاعب. في اللحظه دي الزمالك هو البطل افتراضيا طالما كل النتائج 0-0، لكن اول هدف هيقلب الحكايه. لو الزمالك سجل في سيراميكا الدوري اقترب جدا من 100 عقبه، ولو سيراميكا سجل في الزمالك بيراميدز فجأة هنا هيحس إن التاريخ بينادي عليه. لو الأهلي بقى سجل بدري جمهوره هيقول لك إحنا كده عملنا اللي علينا، يلا بقى نبص على الماتشات التانية. والأغرب إن هدف في ماتش ممكن يفرح جمهور مش موجود في نفس الملعب. هدف في الزمالك ممكن يقلب دكة بيراميدز، تعادل سموحة مع بيراميدز ممكن يفتح شهية الأهلي على الآخر، وهدف المصري في الأهلي ممكن ينهي أحلام ناس كانت مستنية المعجزة. دي مش كورة بس، دي شبكة أعصاب، كل ماتش فيها مربوط بالتاني، كل خبر جاي من ملعب تاني ممكن يغير طريقة اللعب. مدرب يسمع ان الزمالك خسر يقوم مهاجم اكتر، مدرب يسمع ان بيراميدز اتقدم يتوتر، لاعب يسأل الدكة النتيجة هناك ايه، الدكة ترد عليه ركز في ماتشك. بس هو طبعا مش هيقدر يركز كامل لان عقله هناك. ده بقى جمال ورعب الجولة الأخيرة. لو بنتكلم رقميا الزمالك أقرب لأنه فاضل له نقطة، لكن لو بنتكلم نفسيا الزمالك عليه ضغط ضخم، لأن لما تكون أقرب الخسارة بتبقى فضيحة أكبر. الجمهور هنا مش هيقول كنا بعيد، الجمهور هيقول كان فاضل نقطة يا جايب لي نقطة. بيراميدز مفيش عليه أي ضغوط، لكن عنده حلم ونفسه يحققه، ولو الفرصة جت لازم يخطفها، لأن المشكلة إن الفرص دي ما بتجيش كتير. أما الأهلي بقى فميزته الوحيدة إن الضغط الأكبر مش عليه، لأن حساباته معروف من الأول إنها صعبة. لكن لو بدأت النتائج تخدمه الضغط هيتنقل من ملعبه لملعب بيراميدز والزمالك. يعني باختصار الزمالك عنده ميزة السيطرة، بيراميدز عنده دفعة التاريخ، الأهلي عنده الخبرة السابقة. أنا هنا مش بكلمك عن منافسة الدوري بس، أنا بكلمك عن مشوار كل نادي في الموسم ده. الزمالك ممكن يتحول من بطل دوري لتالت دوري، بيراميدز ممكن يضيع تالت دوري من إيده، والأهلي ممكن يبقى موسم صفري ويلعب كونفدرالية. في الليلة دي مش دايما الفريق الأقوى هو اللي بيكسب، أحيانا الفريق الأهدى هو اللي بيكسب. وهنا بقى هنعرف مين البطل بجد. البطل مش بس الفريق اللي عنده مهارات، البطل اللي لما يسمع ان الدنيا اتقلبت ما يتكسرش، واللي لما يستقبل هدف ما ينهارش، واللي لما يبقى قريب من الدرع ما يخافش منه. يوم 20 مايو الساعة 10 بالليل درع الدوري هيبقى مستني يروح أنهي ملعب في الثلاثة، مش هيروح للأقرب، هيروح للي يستحق آخر صفارة. اكتب لي في الكومنتات تتوقع مين اللي يكسب الدوري، الزمالك يحسمها بهدوء، بيراميدز يدخل التاريخ، ولا الأهلي يعمل المعجزة. اشوفكم في حلقة جديدة من وجهة نظر.